جبت نسكافيه من عند العطار وقلت بقى اعمل فوم النسكافيه الخطير علشان اعمل مشروب القمر اللي انتوا شايفينه ده. بس حصل معايا موقف كده ما كانش لذيذ، فانا هقول لكم عليه وتعالوا مع بعض نشوف ايه الجمال اللي معمول ده وهيرطب علينا قد ايه في الحر والنور القاطع. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الحلاوة والطعامة دي. لو شربناها بره ده يعني لو اتهورنا كده ورحنا كافيه ورحنا شربناها هندفع فيها مبلغ وقدره، لا ده هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ويلا بقى عشان ما اطولش عليكي، اول حاجة هقولك ايه اللي حصل معايا. اول حاجة انا هنا جبت الخفاقة اللي هي المفروض قشارة التوم، بس طبعا انا ما بقشرش بيها التوم، انا بستخدمها كخفاقة وبتطلع حلوة قوي. بفصل بيها الزبدة وبعمل بيها حاجات كتير قوي. طيب هنا زودت بقى 4 معالق من القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه، وده انا كنت جايباه من عند العطار، بس للأسف مش نفس جودة النسكافيه اللي هو بتاع المقاطعة. طيب أنا هنا حطيت 4 معالق من النسكافيه وزودت عليهم ربع كوباية من السكر السنترفيش. ماشي، يعني حوالي 4 معالق كده حلوين كبار. وزودت عليهم ربع كوباية من المية، مية باردة عادية من الحنفية خالص ما فيهاش أي حاجة. وبدأت أضرب، بس للأسف علشان هو مش نوعه كويس كان يعني خفيف كده وما ادانيش الصوص الكثيف اللي أنا عايزاه. لما ضربته حسيت ان هو خفيف خالص، فاضطريت ان انا ازود كمان ربع كوباية تاني من السكر. يعني انا استخدمت هنا للوصفة دي نص كوباية من السكر وربع كوباية من المية، وكمان 4 معالق كبار من النسكافيه. وضربت الكلام ده كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين لحد بقى بصوص كثيف، بس طبعا انا هتشوفه اهو دلوقتي بزود علشان انا عايزاه يكون فومي كده وحلو زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله اللهم بارك، كان حلو جدا جدا والله وعجب الولاد وعجبني انا شخصيا جدا. هنا انا بقى شفته لقيته خفيف، فاضطريت ان انا ازود الربع كوباية. يعني استخدمنا قد ايه؟ هنعيد ونزيد. هنقول نص كوباية من السكر، عليها ربع كوباية مية، وعليها 4 معالق من النسكافيه. وبعتذر لو بعيد وبزيد علشان خاطر المعلومة توصل وما يكونش غشيت حد. وهنبدأ نضرب تاني ضربا مبرحا لحد لما ايه، لحد لما نحس انها بقت تمام وبقى الفوم كثيف كده زي ما انتوا شايفين. بصي يا ستي، قوامه بقى تقيل وحلو جدا، ونقدر نستخدمه ونقدر كمان نحتفظ بيه في التلاجة. اي وقت نحب ان احنا نعمل نسكافيه هنطلعه وهيطلع معانا زي الفل والله، ولا بيجراله اي حاجة. هو بس كان النسكافيه خفيف شوية. شايفين فومي ازاي حلو جدا جدا جدا، في منتهى الجمال. بس يا ستي هنجيب بقى الكوباية اللي احنا هنشرب فيها، بعتصر عن صوت الصرير الباب. هنجيب بقى الكوبايتين اللي هنشرب فيهم وهنبدأ ننزل فيهم بإيه. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي أمنية ودي قناتي، وأتمنى تفعلي زر الجرس وتعملي سبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. وهتلاقي حاجات كتير قوي حلوة وأفكار للفطار والغدا والعشاء والحلويات على القناة. هنا أنا نزلت بشوية من التلج في الكوبايتين، وبدأت بقى أجيب صوص الشوكولاتة وده موجود عندي برضو على القناة. تعبسي كده هتلاقيه ان شاء الله وهيعجبك قوي، شايفه خطير. هننزل بقى بمعلقتين 3 كده فوق التلج وفي الجناب بتاعه الكوبايات، واعملي بقى حركات بقى، انت هتشربيهم عصير بقى الكافيهات في البيت. يلا يا ست البنات، شوفي بقى الجمال. سهل جدا جدا جدا. بعد ما هنحط صوص الشوكولاته هننزل بقى بالحليب او اللبن. هنبدأ نضيفهم كده بالتدريج واحده واحده زي ما انت شايفه كده. الكمية اللي انت عايزاها، عايزة تملي كوباية على الآخر، عايزة بقى تملي، بس طبعا أنا هنا ما مليتهاش على الآخر عشان لسه هنحط بقى إيه صوص النسكافيه اللي احنا عملناه، أو الفوم بتاع النسكافيه اللي هيخليها في منتهى الجمال والطعامة. يلا يا ستي، بعد ما خلصنا هنبدأ بقى ننزل بمعلقتين حلوين كبار كده من فوم النسكافيه فوق الكلام ده، وهيديله طعم خرافي خرافي خرافي. حطي بقى الكمية اللي انت عايزاها. هنا النسكافيه ده كان يعني خفيف خالص، فانا لما هحط مش هيدي يعني
قلق ولا حاجة. تمام. بعد كده زودي بقى شوية كده من صوص الشوكولاتة، عندك شوكولاتة مجروشة حطيها، وإن شاء الله هيعجب الولاد وبابا الولاد، ولو عندك ضيوف كمان قدمي، بجد خرافي. أتمنى الفيديو يعجبكم، واسيبكم كده بقى مع ايه، مع بقية الوصفة. لسه هنكمل فين؟ هنكمل بقى يا ستي شوية لبن كده. احنا طبعا كنا عايزين نخليه يفصل، بس هو ابدا مش هيفصل ولا هيعمل اي حاجة، مش هيبان لان كله بقى شوكولاتة في بعضه. فانا حاولت ان انا هنا افتكس يعني واخليه يبقى فاصل كده ويعمل تدرج الوان، بس ما جاش معايا زي ما انتم شايفين، هو جه بس مش قوي يعني. الكاميرا ظلماه. بتحطي كده على طرف المعلقة زي الكافيهات. وهنا برضو عملت بقى ايه، نصيب الاسد زي ما انا قلت لكم. ده الجار بتاع الشيف، يعني الشيف لازم يروق على حاله. اعملي لنفسك اكبر كوبايه، دلعي نفسك يعني، ما هي مش معقول من كله يعني. بس يا ستي، اتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.